11 امبارح كان ذكرى ذهاب السادات إلى القدس. ذاكرة يمكن مش حاضر 19/11 توجه أمر السادات إلى العدو الإسرائيلي. وأنا اليوم أنا آسف وتحدث غدا يعني تحدث 20 نزل المكتوب في ظهره من الفرات إلى النيل وطنه في إسرائيل. هذه هي الطامة الكبرى التي لا تستحق في الحقيقة إلا أن نعيد في تقييم نتائجها، وهذا ليس مجالا لمراجعة هذه النتائج من أول إن أرضنا رجعت إلى آخره. وكأن الإخوة العرب باستثناء المؤمنين بقيمة مصر يوجد أحد كثيرين يؤمنوا بقيمة مصر وفضلها عليهم بفضلها عليهم قبل البترول وبعد البترول، قبل التحرير وبعد التحرير. مصر فاعل أساسي في كل هذه الأحداث. هذه هي الطامة الكبرى لديهم ولديهم التي أخذوا منها متكئا للهجوم على مصر وعلى اتهام شعبها بالخيانة وبالتخاذل وبالتواطؤ إلى آخره. مع أن الحقيقة أنهم هرولوا بعد ذلك واحدا تلو الآخر في بقايا خطوات القيادة المصرية حينذاك. هرولوا إذا كانوا ثابتين على العهد كان لدينا كلام آخر، ولكنهم الحقيقة هرولوا. وفي النهاية حتى كانوا أنا من معارضي كامل. هم هرولوا ما هرولوش حصل مصادر أنا من معارض، لأننا الانتصار قايضناه بثمن بخس. الانتصار الذي صنعه الشعب المصري، لأن الجنود المصريين والضباط المصريين هم جزء أصيل من الشعب المصري. ولا يجلس أمامي أحد أفضل المهندسين الذين شاركوا بقوة وتحايلت عليه كثيرا أن يكتب مذكرات عن أكتوبر، ولكنه يعني أقول أنه إما سهلان أم كسلان أنصر الرحمن الصالح. يعني هتقول إن العسكرية المصرية جزء من الشعب المصري الذي صنع الانتصار هو الشعب المصري. ما علينا، لأن المسألة تحتاج إلى نبذة أخرى أو إلى مقام آخر نناقش فيه نتائج هذه المسألة. العولمة، الثقافة في مفهوم الناس هي الكتب والمسارح والمتاحف وإلى آخره. لا، ليست هذه الصخرية هي جزء من الثقافة. المأكل